بيبدأ الفيلم مع سام، وده بيبقى قناص محترف في مهمة اغتيال لعمدة فاسد. وسام مش بيبقى هنا لوحده، بيبقى معاه كين اللي هو المراقب وصاحبه. وبنعرف أكتر بقى إن الاتنين دول كانوا زمان في القوات المسلحة الخاصة التابعة لدولة بريطانيا، بس دلوقتي هم بيشتغلوا مع شركة عسكرية خاصة وهم مستنيين الهدف يوصل. بيبدأوا يتكلموا عن ربنا. سام بيقول إن مفيش حاجة اسمها ربنا، وإن لما الإنسان بيموت كل حاجة بتنتهي، ولكن كين عنده إيمان بوجود ربنا والحياة ما بعد الموت. وبعد النقاش ده كين بيقول لسام إنه حجز فندق في أمستردام بعد أسبوعين علشان ياخدوا أجازة سوا، لأنهم بقالهم كتير ما خرجوش. كمان بيحاول يغريه بجو أمستردام، بس سام بيرد عليه وبيقول له إنه ماهوش ضامن يجي. وبعدها العمدة بيظهر فجأة، فسام وكين بيجهزوا بسرعة. قدام مكتب العمدة بيبقى فيه مظاهرات ضده علشان فساده وتجارته في السلاح، لكن هو ولا في دماغه وبيسلم على مراته عادي قدام الناس. سام بيجهز علشان يضرب، ولكن فجأة مرات العمدة بتبص ناحيته وبتتحرك علشان تحمي جوزها، فسام بيغلط في الضربة الأولى. كين بيشد عليه وبيقول له يركز في المحاولة التانية. سام بينجح يخلص على العمدة، وبعدها بيحاولوا يهربوا، لكن رجال العمدة بيبدأوا يقربوا منهم، فبيضطروا يدخلوا مبنى ويقتلوهم شوية. ولما يخرجوا بيلاقوا عدد أكبر مستنيهم، وبيتم القبض عليهم ومفيش طريق للهروب. نفس الوقت بقى الشرطة والاف بي اي في الطريق، بس فجأة سام وكين بيقلبوا الطاولة وبيهجموا على الرجالة وبيخلصوا عليهم واحد ورا التاني. وبعدها بيهربوا ناحية الغرب وبيركبوا عربية زبالة وبيمشوا. وبعدها الشرطة بتوصل بس ما بتلاقيش ليهم أي أثر. بعد شوية بقى بنشوف سام وكين على الطيارة راجعين إنجلترا. كين بيلاحظ إن سام متوتر جدا، بيسأله مالك؟ سام بيعترف إن هو متضايق علشان غلطة إن هو ضرب الهدف الغلط. كين بيحاول يهون عليه وبيقول له إن العمدة ومراته الاتنين كانوا يستاهلوا الموت. بعدها سام بيجيله اتصال من رئيستهم تمارا بتسأل عنهم. سام بيقول لها إن كل حاجة تمام، بس هي بتحس إنه متأثر. تعرض عليه تبعت له دكتور نفسي، لكنه بيرفض وبيقول لها إنه كويس جدا. وبعد ساعات هيوصلوا إنجلترا. كين بيفكروا بأجازة أمستردام اللي بعد أسبوعين، بس سام لسه مش مقرر، وكل واحد فيهم بيروح بيته. بعد كده بقى بنشوف سام عايش لوحده في بيت وسط الغابة، وبيجري يقطع شوية خشب وعايش حياة هادية، لحد ما تمارا بتفضل تتصل بيه وهو بيتجاهلها لحد ما بيزهق وبيرد وبيطلب تقابله في هولندا، تحديدا أمستردام. وساعتها سام بيفتكر إن كين هناك في أجازة. وبعدها سام بيسافر أمستردام، وكين بيستقبله وبيهزر معاه وبيقول له إنه كان فاكره مات. في الطريق للفندق كين بيقول له إن تمارا كلمته وحددت ميعاد مقابلته، والاتنين فاهمين إن في مهمة جديدة جاية، بس كين عايز يقضوا يومين الأول علشان ينبسطوا. ولما بيوصلوا الفندق المدير بيستقبلهم وبياخدهم لجناح فاخر جدا في الدور الأخير، وده فخمة بإطلالة رهيبة وسرير حرير يخلي سام يستغرب ليه كل ده. كين بيقول له إن تمارا هي اللي دافعة كل ده، ولما المدير بيجي بيفتح الستارة سام بيطلب إن هي تفضل مقفولة، رغم إن المنظر بيبقى بره حلو جدا، بس هو قلقان إن حد يكون بيراقبهم. وبعد ما المدير بيمشي سام بيعترف إنه مش عايز يكمل في الشغلانة دي وإنه ناوي يعتزل. كين بيزعل لأنه شايفه أفضل شريك وبيحاول يقنعه يغير رأيه، ولكن سام بيقول له إن موت مراد العمدة ده مأثر عليه جدا وحاسس إن هو مش هيقدر يكمل. في الآخر كين بيقتنع بقرار سام وبيبدأ هو كمان يفكر في الاعتزال. بعد شوية بقى بتبعت لهم 2 بنات على الأوضة علشان يعملوا لهم مساج. الأول سام وكين بيبقوا حذرين، لكن لما البنات بيجاوبوا على سؤال الأمان بيدخلوهم. كين على طول بيسترخي وبيبدأ المساج، لكن سام بيرفض وبيفضل يتكلم ويسألهم عن أساميهم. واحدة بتقول إن هي ليلى من أوكرانيا، والتانية بتقول منى من المكسيك. وبما إن سام رفض المساج منى بتحاول تسليه وبتقوله إن هي بتقرأ الطالع. سام بيعجبه الكلام وبيطلب منها تقرأ له حالته. منى بتقوله إن هي شايفة إن هو هيعيش أطول من ال3 التانيين، كمان بتقوله إن عنده إيمان قوي بربنا. كين بيضحك لأنه فاكر إن سام أصلا مش مؤمن، وبيهزر معاها وبيقول لها لو عندها كرة سحرية زي العرافين هيديها $100. وفجأة منى بتطلع كرة فعلا، ده بيخليهم ينبسطوا، لكن بعدها بتقوله إن هي مجرد لعبة مش حقيقية. وبعدها مدير الفندق بيدخل مع واحدة بتقدم الأكل وبيحاول يفتح الستارة تاني،
علشان المنظر، لكن سام بيرفض وبيقول له يقفلها. وفجأة صوت طلقة بيدوي في المكان، الكل بيتفزع خصوصا ليلى ومنى. سام بيحاول يقفل الستارة بالريموت، لكن النادلة فجأة بتهجم عليه. في نفس اللحظة بقى القناص بيضربها بالغلط وبتموت فور. كمان مدير الفندق بيهجم على سام وبيبدأ خناقة كبيرة ما بينهم. سام بيقدر عليه، ولكنه وهو واقع على الريموت الستارة بتفتح أكتر. وهنا الكل بيبدأ يدور على الموبايلات علشان يطلبوا المساعدة. موبايل ليلى بيكون الأقرب، كيم بيحاول يجيبه وهو بيتفادى الطلقات بصعوبة. في نفس الوقت بقى ليلى بتقوم وهي مصدومة وكادت تتضرب. سام بيهديها وبيطمنها وبيقول لكين يكلم تمارا لأن هي الوحيدة اللي ممكن تساعدهم. ولما بيكلمها وبيقول لها إن في قناص بيهاجمهم، تمارا بتسأله مين ممكن يكون. كيم بيكون شاكك إنه تبع رجالة العمدة. تمارا بتقول لهم يستنوا 20 دقيقة وفريقها هيتعامل مع القناص. وبعدها بشوية مدير الفندق اللي كانوا فاكرينه مات بيهجم تاني، بس سام بيوقفه وكين بيزقه من الفندق، لكن هو مستخبي. القناص بيضرب كين، وبعد 10 دقايق سام بيجيله اتصال من تمارا وبتقول له ان فريقها قتل القناص، وبتخليه يبص ناحية الغرب علشان يشوف اشارة الضوء ويتأكد ان هم خلصوا عليه. سام بيصدق وبيحس ان هم اخيرا في امان، ان هم يقدروا يخرجوا. لكن منى بتحذره وبتخليه ياخد باله. ولما سام بيبص من الشباك القناص بيضرب عليه تاني، وساعتها سام بيفهم ان القناص اصلا واحد من رجال تمارا نفسها. سام بيسألها وبيقول لها انت عايزه ايه، فبتقول له ان السبب انه قرر يعتزل وان هي معتمدة عليه جدا. سام بيسألها عرفت ازاي، فبتقول له ان الأوضة كان فيها أجهزة تصنت، وكمان كانت متوقعة إن كين هيعتزل معاه. في وسط الفوضى دي بقى القناص بيفضل يضرب، وليلى من الخوف بتخرج وبتتضرب وبتموت، والدنيا بتتقلب أكتر. ما بيفضلش غير سام ومنى. سام بيحاول يوصل للريموت علشان يقفل الستارة، لكن بيكتشف إنه اتكسر وخلاص مفيش أمل يقفلها. وبيكتشف سام إن كل وسائل الاتصال في الأوضة متقفلة ومفيش أي طريقة يطلب بيها مساعدة. ولما بيفهم إن تمارا كمان بتتفرج عليهم بالكاميرات المراقبة بيقوم مكسر الكاميرا، وده بيعصبها أكتر وبتتوعد له إنه مش هيهرب لأن الباب متحكم فيه من عندها. مع الوقت سام بيبدأ يسمع خطوات رجالة تمارا جاية عليه، فمفيش حل قدامه غير إنه يقول لمنى تستخبى بسرعة. وهو بينط من على الترابيزة وبيجيب سلاحه وبيضرب على القناص من تحت الترابيزة، لكن بعدها بيدخل في تبادل نار عنيف مع باقي رجالة تمارا. واحد منهم بيمسك منى وبيهددوا بيها علشان يجبر سام يستسلم. سام بيحاول يوصل لسلاحه ومنى بتسأله لسه في أمل يعيش ولا لأ، فبيعترف وبيقول لها إنه مش عارف. في اللحظة دي بقى بتديله صورة ابنها وبتقول له لو هي ماتت وهو عاش ياخد باله من ابنها. بعد ما رجالة تمارا بيقتحموا الأوضة وسام بيدخل في مواجهة تانية، لما واحد منهم كان هيضربه منى بتتدخل وبتنقذه، ولكن للأسف القناص بيضربها وبتموت. سام بيمسك السلاح وبيصوبه بدقة وبيخلص على آخر قناص، ولكن بيفضل محبوس لأن الباب لسه تحت سيطرة تمارا. وبعدها بيكتشف إن كين لسه عايش، فبيجري عليه وبيحطه على السرير. وكين بيقول له إن الحل الوحيد للهروب إن هم ينطوا من المبنى، بس هم في دور عالي جدا وده شبه مستحيل. وفجأة بيتهاجموا تاني، بس المرة دي بطيارة درون تابعة لتمارا. سام بيضرب عليها كذا مرة بس هي بتبقى متينة جدا. في نفس الوقت بقى كين بيشتغل على حاجة بملايات السرير. سام بيلاحظ بوتاجاز غاز في البلكونة وبيفجره علشان يدمر الدرون، وبيرجع لكين بس بيلاقيه مات للأسف. ولكن بيلاحظ الشغل اللي عمله كين بالملاية وبيفهم خطته. في الوقت ده بقى عدد كبير من رجالة تمارا طالعين عليه، لكن سام بيكون خلاص ربط الملاية في البلكونة وبينط بيها وبيهرب مستغل الفكرة. كين بنيجي بقى بعد شهور من المشهد ده، المشهد بينتقل بينا لدبي وتمارا قاعدة مسترخية وبتتكلم في التليفون، والشخص اللي معاها بيطلع سام اللي جاي ينتقم منها، وهي بتضحك وبتقول له انه مش هيلاقيها لان هي سابت بلدها. لكن سام بيقول لها ان عارف ان هي في دبي، فبتتصدم وبتجري بسرعة وهي لسه على الخط. ولما بتقرب من الحمام في المطار البنت الصغيرة بتغير لافتة الحمام. تمارا بتقفل المكالمة وهي واثقة انه مش هيوصل لها، وبتطلب من الحراس ياخدوا بالهم جدا. وبعدها بتدخل الحمام. بعد شوية عامل نظافة بيدخل وده بيطلع سام، وفجأة صوت ضرب نار والحراس بيجروا على الصوت وبيسمعوا طلقات أكتر. وبعد ما كل حاجة بتهدى سام بيخرج وهو ماسك إيد بنت صغيرة، واللي بنكتشف إن هي بنت منى، وسام هو اللي بقى مسؤول عنها. وبكده تكون نهاية القصة بتاعتنا. بس السؤال بقى، لو انت مكان سام كنت هتسامح ولا هتنتقم؟ اكتب لنا رأيك في كومنت، وما تنساش تعمل لايك للفيديو علشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس. ولو أول مرة تشوفنا اشترك في القناة وفعل زر الجرس لأن اللي جاي أقوى بكتير.